على بال ما اعرف، بس دلوقتي النقط اللي انت بتقول عليها، او هي تقدر تقول انها اوقات قليله نسبيا في التاريخ المصري القديم. احنا بنتكلم دلوقتي في الجزء الايجابي، او يعني بنوري للناس ان احنا بنقول كل الحضاره المصريه القديمه حضاره ايجابيه. على فكره الفقر هو جانب ايجابي مش جانب سلبي، عارفه ليه؟ لانه عالجه. هو مش عالج الفقر، عالجه بتشريعات دينيه. لما قال ان الماعط هي حق لكل من يكرم الفقير. يعني انت لو ما اكرمتش الفقير لن تحاسب في العالم الاخر. فكده يعني هو كان كل التعاليم كانت ضد الافعال السلبيه ضد الفقر. يعني كان كلها لصالح الفقير، مش حتى لو بتتكتب بس ما بتتنفذش. ما ممكن تكون كانت بتتنفذ. احنا طب على مدار المصري القديم الاشد يعني فقرا او الاصعب فتره واكتر فتره مزدهره على الاطلاق كانت ايه؟ يعني خلينا برضو نقول دوله. اكتر فتره مزدهره على الاطلاق في وجهه نظري، ودي طبعا فيها كلام كتير، تحتمس الثالث. واكتر حد انا بحبه في حياتي يعني بعد عيلتي تحتمس الثالث. وعلى فكره من يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالنسبه لي قدوه كسياسي محنك، كسياسي طبعا ما عملش اي غلطه. وبعدين انا مش بقول كده من عندي، هو الكلام ده مكتوب. طب برضه وناس كتير اتكلمت عنه. الناس بتقول انا بدافع طبعا، اقول هو كان بيحتاط وكان مش محتل، هو كان بيأمن وكان ذكي جدا في فكره الامبراطوريه دي. هو ما راحش عمل الاحتلال بالشكل بتاع الاستعماري. عملوا ليه الاول؟ ما هو برضه الحته دي عايزاك تقولها. هو عملوا ليه؟ تحتمس الثالث لما صار في حركه الفتوحات كان هدفها ايه؟ لو هنقول ان تحتمس الثالث كان محتل، يبقى كده هنقول بقى ان المسلمين احتلوا العالم بنفس الفكره، صح ولا غلط؟ هم مش المسلمين دخلوا الاندلس ودخلوا البلاد دي؟ هو كان احتلال ولا فتح؟ لا فتح طبعا. طبعا فتح. هو نفس الكلام بالنسبه له. هو لقى ان الشعوب دي متكالبه على مصر، ولقى من تجارب سابقه مجموعه من الرعاة الحفاه اللي هم اسمهم الهكسوس يدخلوا ياخدوا مصر. الناس بتقول ان هم قعدوا 400 سنه والله اعلم. مجموعه من المرتزقه في عصور اخرى يفضلوا يدخلهم، الليبيين وغيرهم وخلافه. الناس هتبدا تاكل في مصر، يبدا يعمل ايه؟ لازم ان هو يامن حدوده، وبعدين ده عنده جيش قوي. ايه اللي يمنعه انه يعمل كده؟ هو لا قتل ولا سرق ولا ضم اراضي ولا عمل اي حاجه. وكان عندهم شرف يعني كان بيوطن حدوده. وشرف الحرب، او يعني ميثاق شرف انه الجنود وهم رايحين اي بلد يبقى فيه نقط كده. في حاجه ثانيه كمان، كان بياخد ابناء الملوك يربوهم في القلاع المصريه ويطلعوا على ايده. يعني احنا كمصريين هنشوف ان هو صح، وهم كاجانب هيشوفوا ان هم اللي صح. لكن لا، في تضارب طبعا. يعني مثلا التتار او المغول لما دخلوا بيحرق، ده بيضم. وفي استعمار دلوقتي التتار هناك اهو. بس مثلا لما ومثلا ولو في استعمار بص، هو كده طبعا احنا ضد الاستعمار باي حال من الاحوال، لكن اقصد هو ما كانش الهدف استعماري، هو كان الهدف تامين حدود مصر. لانه كل شويه بيجيله مشاكل من هنا، بيجيله مشاكل، فايه كانه بيحطهم تحت جناحه. وبعدين ما هو نفس الكلام في النوبه. يعني احنا كده كنا محتلين النوبه بقى، احنا مش احتلال. لما كان يعين ابن الملك في الكوش ده بيقول له انت ابن الملك. هو مش ابن الملك، بيقول له انت ابن الملك. عارف يعني ايه؟ ما يقول له ويعين واحد نوبي في الغالب، يعني بيقول له انت ابني. النوبه دي جزء لا يتجزأ، انا بديك يعني كمثال، جزء لا يتجزأ من مصر. تمام. انت قلت لي بقى ايه اسود؟ احنا قلنا كده اعظم فتره. أسود فترة بس ثانيه واحده برضه، اعظم فتره قبل ما نروح لاسوأ فتره. انا هقول لك دلوقتي حاجه يعني مش هتصدق اللي انا هقوله. طيب انا بس ليه بسالك؟ لانه اعظم فتره تحتمس الثالث من وجهه نظري. بس انت بتتكلم عسكريا ولا اقتصاديا ورخاء؟ بص على معبد الكرنك كنت عارف اللي انا بقول. انشاءات اللي عملها تحتمس الثالث. ونقدر نقول كمان معاه يعني من وجهه نظر المتواضعه طبعا سيت الاول. مش هقول رمسيس الثاني على فكره. انا عامله كده مثاليه تقول رمسيس لا مش هقول رمسيس الثاني، لان رمسيس الثاني انا شايف ان هو يعني يعني ما كسبش المكسب اللي هو الصح. لان احنا لما نكسب ما بنعملش معادلات. لا ما فيها قوالين، لكن يعني انت كسبتني شويه ضربتك وانت ضربتني وقعدنا بالليل صالحنا. فدي معاهده سلام. وانا رحت قلت انا كسبت وهم راحوا احنا كسبنا وخلاص. بالظبط. لكن السيتي الاول ما كانش بيهزر. ورمسيس الثاني جه على مجد ابوه على مجد وجده. ايوه انا لسه كنت اقول لك على مجد. لكن لما ده دعم وثبت يعني دعايه الامبراطوريه المصريه اللي هو السيتي الاول، وقال لهم انا ده كشر عن اياب، وده قال لهم انا سيتي. انا المنتمي للشعب، ما فيش هزار. سيبك بقى من اللي قبل دول، مش بقى لا مين بيتح ولا بتاع إيه؟ ده بعد رمسيس الاول. ده تاني ملك في الاسره 19. ابوه كان قائد عسكري في الدلتا. تمام. اسود فتره عام الضباع. عام الضباع. ايه عام الضباع ده؟ دي سنه من سنوات عصر الانتقال اكل فيها المصريين الضباع.
هم اللي اكلوا الضباع؟ النص بيقول كده. ده نص النص موجود بيقول احنا فين؟ اكلنا الضباع، نص على احد مقابر حكام الاقاليم. بيقول ان هو قضى على المجاعه في عام الضباع. فعلى العصر في عصر الانتقالي الانتقال الاول. اللي هو بقى ده بقى تخصصي الاساسي. عام الضباع طبعا حاجه اللي هو اصلا ما لقوش حاجه ياكلوها. بقى انا مش مصدق، انا شايفه بالغ، مش هنوصل لكده. برضه هقول لك على حاجه، وارد ان تبقى مبالغه لو هي في احد كارثه لو المقابر. كانت حصلت كارثه. طب انتوا بتقيسوا ال القصه دي ازاي؟ يعني لما بتبقى في نص متكرر بيبقى بنقول انه اكيد صح او الى حد كبير، لكن لما يبقى نص واحد في مقبره واحد وممكن يبقى له مصلحه سياسيه، او هو ما هو خلي بالك حكام الاقاليم ساعات بيبقى ليهم مصالح سياسيه، فهو عاوز اكيد يعني طبعا له مصلحه سياسيه. فيك احنا وصلنا لمرحله انا اجمد واحد، انا اللي قضيت على كل المشاكل اللي في العالم. فهل ده موجود في مقبره واحده؟ اللي اكتشف في مقبره واحده ان النص ده في مكان واحد. لكن في حاجه، هو احنا اكتشفنا كل المقابر؟ لا اكيد لا طبعا. ده مش هجزم بقى. بس يعني انا بس برضه انا عندي مش دليل ان مصدقة. اتكتبت. طالما اتكتبت يبقى يا اما حصلت يا اما في حاجه زيها حصلت. لكن من وحي الخيال لا. لان في مجاعات، انا قلت لحضرتك من شويه ايوه عن ختيفي قضى على مجاعه، كتب ان في مجاعه. ومش هو بس، ده كتير جدا كلام عن المجاعات. طيب ده انت من وجهه نظرك رمبوت خنسو سنوات المجاعه.